انت عايزه تاكلي ايه يا حبيبه ماما؟ عايزه اكل مكرونه وفراخ. ايه ده؟ بابا جه بابا جه. الحمد لله على السلامه يا عصام. الله يسلمك يا حبيبتي، انت عامله ايه واخبارك ايه؟ انا الحمد لله يا حبيبي بخير وكويسه. ياه يا منى، كان يوم شغل طويل بشكل. لما اقعد استريح. استريح يا حبيبي، معلش ربنا يعينك. اوعى تكون نسيت تجيب الحاجات اللي انا قلت لك عليها يا عصام. لا يا حبيبتي ما نسيتش، جبت لك كل حاجه، بس الاكياس يعني انا حطيتها جنب الباب، اصل ما قدرتش اشيلها ادخلها، قلت تشيليهم انت بقى تدخليهم، يعني علشان تحط الحاجات في الثلاجه على طول. ما انا قلت لك يا حبيبي احنا لازم نشتري ديب فريزر علشان الثلاجه ما هيش واخده اي حاجه. ان شاء الله هنجيب الديب فريزر ده قريب جدا ان شاء الله. ماشي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا رب. ايه ده الباب بيخبط، هو انت مستنيه حد ولا ايه؟ لا والله مش مستنيه حد. طيب انا هشوف مين اللي بيخبط، ولا اقول لك روح انت يا منى شوفي مين على الباب. حاضر يا ماما. مين يا منى؟ دي طنط ناهد جارتنا يا ماما. غريبه، خير عايزه ايه؟ طب بقول لك ايه يا منى، انا هدخل انا جوه علشان يعني لو كانت عايزه حاجه ولا كده ما تتحركش مني. طيب ماشي، اتفضلي يا ناهد. معلش يا منى، لو كنت خبطت عليكي في وقت زي ده يعني. لا يا حبيبتي عادي ولا يهمك، وامريني. بقولك يا حبيبتي معلش، يعني انا اسفه في الطلب اللي هطلبه منك ده. ما لاقيش عندك يعني حته سمنه او حتى حته دهنه صغيره اعمل طبق خضار علشان ابني. دهنه؟ لا يا حبيبتي والله ما عنديش، وبعدين يعني انت عارفه ان الدهنه ولا السمنه ولا الحاجات دي غاليه قوي، وانا بصراحه ما عنديش. طيب يا حبيبتي كتر خيرك، تشكري والله. بصي يا حبيبتي لو في اكل ولا حاجه وقع تحت ايدي هبعتهولك على طول. ماشي يا حبيبتي، كتر الف خيرك والله. دهنه ايه اللي هي عايزاها، ولا دهنه ايه اللي انا هديها لها؟ لا نسيبها لا تكون كانت عايزه حته سمنه بلدي، يلا بقى مش مشكله. يا لهوي، ده انا نسيت اللحمه والفراخ على النار بيستووا زمانهم اتحرقوا. هي ماما اتاخرت في الاكل كده ليه؟ ده انا جعانه خالص، اما اروح كده التلاجة افتحها اشوف اي حاجه اكلها. ايه ده يا منى اللي انت ماسكاه في ايديكي ده؟ دي مكرونه يا ماما، كانت باقيه عندنا في التلاجة وانا بصراحه جعانه خالص، انا هاكلها. يا نهار ابيض، وريني يا بنتي كده المكرونه دي. يا نهار ابيض، دي ريحتها وحشه جدا، دي باظت يا بنتي. لا يا ماما مش بايظه ولا حاجه، انا بحبها، هاتيها علشان اكلها. وانا قلت لك لا، انا بعمل الاكل جوه اهو على النار، اول ما يستوي هجيب لك تاكلي على طول، هجيب لك شويه شوربه وحته لحمه، انما المكرونه دي ما ينفعش تاكليها، دي باظت، دي ريحتها وحشه جدا. المكرونه دي انا هرميها، ولا اقول لك خديها اديها لطنط ناهد. بتقولي ايه يا ماما؟ اديها لطنط ناهد؟ مش انت بتقولي انها بايظه وريحتها وحشه؟ مالكيش دعوه، انت اللي انا بقول لك عليه اعمليه وخلاص. حاضر يا ماما. ايه يا مصطفى يا حبيبي، عامل ايه؟ انا جعان قوي يا ماما، بطني بتوجعني من كتر الجوع. طيب حاضر يا حبيبي، هعمل لك سندوتش جبنه تاكله. جبنه ايه يا ماما؟ ده انت حتى بتديني العيش فاضي، ما فيهوش اي جبنه ولا فيه اي حاجه. معلش يا حبيبي معلش. يا ترى مين اللي بيخبط علينا؟ يا رب افرجها علينا يا رب. ايه ده؟ منى؟ اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ازيك يا طنط، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير والله. بقولك ايه يا طنط، ماما بعتلك الحاجات دي. ايه ده يا حبيبتي؟ دي مكرونه يا طنط. ايه ده بجد؟ طب قولي لها شكرا جدا يا حبيبتي. تعالي يا حبيبتي، تعالي ادخلي اقعدي معانا شويه. ماشي يا طنط، ما انا واقفه اهو. خلاص يا حبيبي، مش هتاكل جبنه، هسخن لك المكرونه تاكلها، مش انت بتحب المكرونه؟ يا ماما طبعا بحبها، احسن من الجبنه. طب انا همشي بقى يا طنط. ماشي يا حبيبتي، روحي عند ماما واشكريها، قولي لها طنط بتقولك شكرا جدا. حاضر. ايه ده يا منى، كنت فين؟ هو انت كنت بتجيبي حاجه من تحت ولا ايه؟ لا يا بابا، انا كنت عند طنط ناهد اللي ساكنه تحتنا، كنت بديلها المكرونه البايظه. بتقولي ايه؟ مكرونه بايظه؟ يعني ايه المكرونه بايظه ازاي يا منى؟ اصل طنط طلعت لماما وقالت لها لما يبقى عندك اكل ابقي ابعتيهولي، فكان في مكرونه بايته في التلاجة، وبعدين انا جيت اكلها، ماما جت تشمها قالت دي ريحتها وحشه جدا، ما تاكليهاش، خديها اديها لطنط ناهد اللي تحتنا. يا نهار ابيض، هو انت متاكده يا منى ان ماما بعتت لها المكرونه البايظه؟ ايوه يا بابا طبعا متاكده، ما انا لسه طالعه من عندهم وكنت بديلهم المكرونه البايظه. بس عارف يا بابا، صعبوا عليا جدا، ابنها كان جعان وكان هياكل جبنه وما كانش بيحب الجبنه، وفرح جدا بالمكرونه، لما قلت لها ان انا جايبه مكرونه فرحوا بيها جدا. طيب يا حبيبتي ادخلي اوضتك دلوقتي وما تعرفيش ماما خالص انك قلت لي اي حاجه. حاضر يا بابا. اخصى عليكي يا منى، ليه تعملي كده؟ ده الصدقه حتى بتمنع حاجات كتيره وحشه. يا منى ايوه يا عصام، انا عارفه ان انت مت من الجوع، بص ثواني كده وهكون خلصت الاكل.
لا لا يا حبيبتي، اعملي الاكل براحتك خالص. بس انا يعني كنت عايزه اسالك سؤال، هي جارتنا اللي كانت عايزاكي وبتخبط على الباب دي كانت عايزه منك ايه؟ لا ابدا، دي كانت بتسالني يعني ما عندكيش حته سمنه او حته دهنه، علشان كانت عايزه تطبخ طبق خضار لابنها. طب وانت يا منى عملتي ايه؟ اديت لها؟ لا طبعا يا عصام ما اديتليهاش، وانت يعني مش عارف السمنه البلدي بقت بكام دلوقتي؟ ما انتش عارف هي غاليه ازاي. امال انت عملتي ايه؟ لا ابدا، شغلت دماغي وكان عندي بقى ايه طبق في التلاجة كده مليان مكرونه، قلت يعني اديهولها بدل ما يترمي، حرام. اخصى عليكي يا منى، اخصى عليكي. ليه بس يا عصام بتقولي كده ليه؟ هو انت يا بنتي ما تعرفيش ان الصدقه قبل ما تديها لاي حد بتتحط الاول في ايد ربنا؟ ايوه طبعا ما انا عارفه. عارفه ايه؟ يعني انت المكرونه اللي انت بعتيها دي مكرونه حلوه فيها لحمه وفراخ، يعني كانت مكرونه مش بايظه، انت تقدري تاكليها؟ لا طبعا ما ينفعش اكل منها، ما انت عارف ان انا ما اعرفش اكل الاكل البايت. وبصراحه كده المكرونه دي كانت قربت تبوظ، فانا قلت يعني جارتنا اولى تاكلها بدل ما هي مش لاقي حاجه تاكلها. اولى بايه؟ اولى انك تديها اكل بايظ؟ ما يمكن الاكل ده يعمل لها تسمم ولا يوجع بطنها. في ايه يا بنتي؟ حرام عليكي، كنت اديها اكل حتى علشان خاطر الطفل الصغير المسكين اللي مش لاقي حاجه ياكلها. ما انا جايب لك كل حاجه وعندك الخير كتير والتلاجة مليانه، حتى قلت لي مش لاقي مكان احط فيه الحاجه. فيها ايه يعني لو كنت اديت لها اي حاجه من عندك من اللي انا جايبها ولا حاجه من الفريزر؟ كنت طلعي كيس لحمه واديهولها تطبخه لابنها وليها حتى كمان. حرام عليكي يا شيخه. هو انت ما تعرفيش ان انت لو كنت اديت لها حاجه كان ربنا هيبعت لك اكتر منها اضعاف؟ ما حدش ضامن الحياه من الموت، الواحد بيموت في لحظه وهو ماشي. وبعدين انت نسيتي ان احنا ممكن في اي لحظه كده اهو ما نلاقيش ناكل، ممكن ما نلاقيش اللقمه ناكلها. والله يا عصام ما كانش قصدي حاجه. مفيش حاجه يا منى اسمها مش قصدك، الست دي لو ما كانتش محتاجه ما كانتش جت خبطت على الباب عشان تطلب اي حاجه. اكيد طبعا ما كانتش تقصد ان خاطرها يتكسر قدامك ولا تكسر نفسها. والله يا عصام ما كانش قصدي حاجه، ولا في نيتي حاجه وحشه خالص. انا بس كل اللي جه في بالي وقتها ان الدنيا غاليه والحاجات غاليه، وانت حرام بتشتغل وطالع عينك. ولو برضو يا منى ما كانش ينفع اللي انت عملتيه، دي صدقه. عارفه يعني ايه صدقه؟ وعايز اقول لك حاجه يا منى، حطيها في دماغك. ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. صدق الله العظيم. عارفه يعني ايه الكلام ده؟ يعني الحاجه اللي انت تاكلي منها تتصدقي منها، والشيء اللي انت ما بتحبهوش يبقى ما تطلعيهوش. يعني ما ينفعش مثلا يبقى عندي فرخه بايظه وشكلها وحش وفيها كده دم او زرقاء او مش عارف ايه واخدها اطلعها صدقه. لا يا بنتي، لازم اطلع احلى حاجه عندي صدقه. الصدقه دي بتتحط في ايدين ربنا الاول قبل ما تتحط في ايدين الشخص اللي انت هتديها له. حاضر يا حبيبي، ما عدتش هعمل كده تاني، والله انا اتعلمت. يلا يا حبيبتي ادخلي بقى كده، هاتي حاجات من الفريزر اللي انا جبتها لك وخديها نزليها لها، واي حاجه عندك فايده انت مش محتاجاها برضو نزليها لها، بس تكون برضو حاجه حلوه. حاضر يا عصام، هحط لك الاكل وانزل لها على طول. لا يا منى، لا، انزلي لها الاول قبل ما تحطي لي الاكل، علشان تلحق تطبخ وتعمل الاكل لابنها المسكين الجعان ده. وكمان انا عايزك تنزلي لها بسرعه عشان تلحقيها قبل ما حد منهم ياكل المكرونه، بعدين يتعب يا بنتي ويدخل المستشفى. حاضر. مش عارفه ليه حاسه ان المكرونه دي فيها حاجه زي ما يكون كده قربت تبوظ. يا رب مصطفى ابني يرضى حتى ياكلها. اهلا يا ست منى، تعالي اتفضلي. ده انا كنت لسه بسخن المكرونه اللي انت بعتيها عشان الواد مصطفى ابني ياكلها، بس انا حاسه كده ان فيها حاجه غريبه، بس حلوه مش مشكله. اصل بصراحه الواد مصطفى كان نفسه ياكل اي حاجه تانية غير الجبنه. كتر الف خيرك والله. لا يا ناهد، ما تاكلهوش المكرونه دي، سيبيها حطيها على جنب. ليه دي حلوه خالص، هي يمكن بس كانت قربت تبوظ ولا حاجه، ده الواد مصطفى حتى بيحبها. لا يا حبيبتي، انا اسفه جدا ان بعتلك المكرونه دي، سيبيها حطيها على جنب، حقك عليا. لا يا حبيبتي، انا عارفه والله ان انت اكيد ما خدتيش بالك ان هي قربت تبوظ، بس حلوه والله، كتر خيرك. لا يا حبيبتي ما تاكلوهاش. طب بقول لك ايه، بالله عليكي اي اكل يفيد منكم ابقى ابعتهولي بدل ما ترموه في الزباله، ابقى ابعتهولي عشان ناكله، عشان احنا مش لاقيين حاجه والله. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده، يفيد ايه؟ انت عايزاني ابعتلك اللي يفيد مني؟ انت هتاكلي من الاكل اللي انا باكل منه، وكل يوم هبعتلك اكل طازه هكون لسه طبخاه في نفس اليوم، يعني هناكل منه وانت كمان هتاكلي منه. لا يا حبيبتي ما تكلفيش نفسك خالص، احنا اي لقمه والله بتكفينا وبتشبعنا، اي حاجه تفيد منك بس ابعتيها وخلاص. بصي يا حبيبتي، بصي انا جبتلك ايه، الصينيه اللي معايا دي وكل الحاجات اللي عليها دي بتاعتك انت، انا جايبها لك. ياه بسم الله ما شاء الله، ايه الحاجات الحلوه دي؟ كل الحاجات دي علشاننا؟ يا حبيبتي الحاجات دي كلها علشانكم، وبعد كده ما تاكليش اي حاجه من فضلات الناس، اعتبريني انا اختك، انا جنبك، انا اي اكل هطبخه هجيب لك منه. انا عارفه ظروفكم والله، وعارفه ان انت ايدك مش طايله. كتر خيرك يا حبيبتي، كتر خيرك، ربنا يزيدك من نعيم الله ويكبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري.
والله يا حبيبتي لما فكرت ولقيت ان انا ممكن يعدي عليا برضه وقت كده ما الاقيش اي حاجه اكلها ولا الاقي اكل. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده، بعد الشر عليكي، ربنا يديلك يا رب ويزيدك ويرزقك من نعيمه. لا يا حبيبتي هو ده الصح اللي احنا لازم نفكر فيه، دوام الحال من المحال، ومفيش حاجه دايمه غير وجه الله. ربنا يخليكي يا رب ويكبر بخاطرك وما يدخلش الفقر في بيتك ابدا. بس بالله عليكي انا ليا طلب عندك، سامحيني على المكرونه اللي انا بعتها لك دي، ما كانش قصدي حاجه والله. كتر الف خيرك يا حبيبتي، انا عارفه والله ان انت مش قصدك حاجه. انا هطلع بقى يا حبيبتي، مش هتعوزي مني اي حاجه. الله يكرمك يا حبيبتي، الله يكرمك يا رب وما يدخلش الفقر في بيتك ابدا. ها يا منى طمنيني. الحمد لله يا عصام، دي كانت فرحانه جدا بالحاجات، ما تتصورش قد ايه انا حاسه ان انا عملت حاجه كبيره جدا، وحاسه كمان ان انا فرحانه جدا من جوايا. طبعا يا بنتي طبعا لازم تفرحي، دي اسمها تجاره مع الله، والتجاره مع الله لازم أن تكون كسبانه. فعلا يا عصام عندك حق والله. يلا بقى يا حبيبتي حضري لنا الغدا عشان الواحد بقى كده ايه ياكل وهو نفسه مفتوحه. حاضر من عينيا. دي الصدقه يا جماعه، الصدقه طبعا انتوا مش محتاجين ان اقول لكم حاجه عن الصدقه، ده حتى البني ادم لما بيموت ويدخل القبر والملائكه تساله نفسك ترجع الدنيا علشان تعمل ايه، يقول لهم عشان اتصدق. الصدقه دي فضلها كبير جدا، ويا ريت يا جماعه لما تصدقوا من الحاجه الحلوه، الحاجه اللي انتوا بتاكلوها، الحاجه النظيفه، احلى حاجه عندكم، ما تجيبوش اوحش حاجه وتتصدقوا بيها. وربنا يجعلنا كلنا من المتصدقين يا رب في السر وفي العلانيه. ولا انتوا ايه رايكم؟